مرحبا بكم في قناة أمين بلجيكا. بارك الله فيكم خاوتي كامل اللي يشوفوا يشاهدوا فينا داخل وخارج الوطن. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير، والعائلة الكريمة كاملة بخير. ندخلوا ديريكتومون في الموضوع خاوتي. أنا كي تلحق ليجان منوليش نورمال. فضيحة مدوية بطلها سي خير الدين زطشي. فضيحة مدوية. نروح لكم غير بالعقل خاوتي بتفهموني. دوك نوريكم واحد الفيديو تاع ذراري صغار من صفاء الخميس، من عين دفلة، من سكاف، كيفاه يبكوا حوزهم زطشي. دوك نوريه لكم الفيديو خاوتي، نحكي لكم واش كسرى باه كي تشوفوا الفيديو تفهموا. نبدا لكم واحده واحده. عندنا مركز تكوين في صفاء الخميس في سكاف في عين دفلة، تابع للوزاره الشباب والرياضه. لكن داروا اتفاقيه الفيدراليه مع الوزاره الشباب والرياضه انه الفيدراليه هي اللي تسيروا. افتتحوه العام اللي فات افتتحوه وداروا لنا مهرجان باللي هذا المركز تاع لا فيدراسيون المهم راك تعرفوا الحكايه تاعهم. لا علينا. داروا اتفاقيه مع صفاء الخميس، فريق نادي صفاء الخميس سكاف. داروا معاه اتفاقيه انه لجان تاعهم يتدربوا في هذا المركز وتابعين لهذا المركز، تابع للمركز تاع لا فيدراسيون. لا علينا، كل شيء عادي جدا. الفريق تاع الاو 21 تاع سكاف يتدرب في المركز التكوين تاع سكاف، تابع للفيدراليه. الفيدراليه هي اللي تتحكم فيه. يتدربوا ثم، يونطرينوا ثم، كل شيء ثم، وبعد ذلك يواجهوا اي فريق في القسم الثاني غرب. اي فريق يواجهوه تحت اسم سكاف. لا علينا. الفريق حضر طيلة 4 أشهر من أجل الاستعداد لقسم الثاني غرب الأو 21. لعبوا ماتش الأول على الاكستيريور، لعبوا برا ربحوا. يجوا لهنا يدخلوا العين دفلة، يحضروا المقابلة بشكل عادي. بعد يومين يجيهم رئيس النادي تاع سكاف. وش يقول لهم اخوتي؟ يرحم بابكم. وش يقول لهم؟ يقول لهم انكم انتم ما تقدروش تلعبوا المقابله اللي هنا داخل الديار، تلعبوهاش. علاه؟ كي سالوا المدرب وسالوا اللاعبين صغار 20 ايام مش كبار، سالوه علاه ما نلعبوش. قال لك خير الدين زطشي قال لهم المنتخب او اكاديميه الفاف اللي فيها لاعبين بارادو وفيها لاعبين الشباب الوزداد تاع العاصمه، مع احترامي الناس العاصمه، هذه احتراماتي الناس العاصمه ما عندهم ما دخلهم، تاع اكاديميه بارادو، واحد 8 ولا 9 من بارادو، 4 من سيربي ولا 5. قال لهم اكاديميه الفاف هي اللي تلعب هذه المقابله. سقسوه علاه؟ مي علاه؟ اعطينا قانون او اي شيء يسمح، او اتفاقيه درناها معكم يسمح لهذا الشيء. رئيس النادي وش قال لهم؟ قال لهم خير الدين زطشي قال لكم اكاديميه الفاف تلعب في عين دفله، يعود ماتش لداخل، وكيعود ماتش برا الاكستيريور في وساره ولا في الجلفه ولا في البرواقيه ولا في اي بلاصه ولا في تلمسان ولا في وهرن، تروحوا انتم تلعبوا برا. يعني سكاف تلعب برا، واكاديميه الفاف اللي فيها لاعبي بارادو تلعب لداخل. شكون اللي دار هذا الشيء؟ سي خير الدين زطشي. خوتي هذه ماشي فضيحه؟ اين هي وزاره الشباب والرياضه؟ اين هي الدوله الجزائريه من كل هذا؟ كيفاه ذراري صغار مساكن 21 سنه تلعبهم ماتش برا على الاكستيريور، تلعبهم وتجي في البلاد ما تلعبهم تقول اكاديميه الفاف ورانا رايحين بها؟ كيفاه هذا؟ صافي يدير واش معناتها؟ انه هذم ما عندهمش يماتهم، ما عندهمش باباهم، يروحوا يلعبوا البر نورمال. ولادتك انت يا زطشي تجي تلعبهم غير في بلادك، غير في عين دفله يلعبوا. هذا ما كان اكاديميه الفاف تلعب غير في عين دفله. اعطيني قانون يسمح لهذا الشيء، اعطيني قانون، ما تعفسوش على القانون وتجوا ديروا رايكم. اعطينا قانون نقتنعوا نسكتوا، ما تهبلوناش. وفي اليوم التالي
دار اجتماع اللاعبين مع الرئيس سكاف، قال لهم انا خاطيني جات من الفوق، جات من عند زتشي قال لكم يلعب اوديسات تاع اكاديميه الفاف يلعبوا في بلادهم، ولعبوا مع وساره وربحوا 1-0 واقيل، واللي كيعود ماتش برا تروحوا تلعبوا نتوما الهوايج تلعبوا نورمال، نتوما ما عندكمش باباكم اللي يخاف عليكم في الطريق، روحوا تلعبوا عادي. يا دين الرب ما كانش واحد يتحرك. وش هاد المهازل؟ ما كاش اللي يتحرك. وبعد خاوتي ما بحثت على المعلومه انه خير الدين زطشي اتصل ب عفوا بنائب مدير الفني الوطني، هو عبد الكريم بن عوده. عبد الكريم بن عوده اتصل به وقال له دير هذه الخطوه، وصاحب الفكرة القرار إقصاء الرديف صفاء الخميس خشنة صفاء الخميس مليانة هو خير الدين زطشي مع المدير الفني نائب مدير الفني الوطني عبد الكريم بن عودة. هذه هي الحقيقة خاوتي، تحبوا ولا تكرهوا، خير الدين زطشي متزوج بالوزارة وما على باله بحتى شخص، يلعب يدير كيما يحب، تحبوا ولا تكرهوا سي بون. انا وصلتني قناعه انه هذا خير الدين زطشي ما على باله بحتى واحد، ما على باله بحتى واحد، يدير واش قال له راسه، ويدير واش قال له المحيط تاعو، ماهوش سامع بينا، وماهوش سامع بالشعب الجزائري، وماهوش سامع بالدوله الجزائريه. كيفاه تفسروا هذه الخطوه اللي دارها خير الدين زطشي؟ فسروها لي، اعطوني جواب مقنع في لي كومونتير. ما كانش جواب انه هو داير رايو ما على بالو بحتى شخص، انا ندير رايي ما على بالي بحتى واحد. هذه فضيحه مدويه، فضيحه كبرى. اذا ما دخلتش الدوله، انا نقول لكم السلام عليكم، ما نزيدش نبان. الا ما دخلتش الدوله في هذا الشيء، كيفاه انت ولاد الناس يتعبوا مساكن 6 شهور وعندهم لي كاليتي 6 شهور ولا 7 شهور وما يخدموا، تجي انت يا خالد الدين زطشي ويا بن عوده دير لهم هذه الخطوه، تقول لهم ما تلعبوش هنايا، يلعبوا الفوق. علاه اعطي لهم تفسير مساكن، اعطي لهم تفسير. راهم دراري صغار جايين يلعبوا، عليكم تكرهوا فيهم؟ علاه تخلوا الناس تهجر من هذيك البلاد؟ علاه يا اخي جزائريين هذم، خليهم يلعبوا. كيف انت دير الاوديسات تاع اكاديميه الفاف اللي فيها لاعبين بارادو واللي فيها جل لاعبين من العاصمه تجي تلعبهم في عين الدفله؟ وعلاه؟ ماشي حرام؟ ماشي عيب؟ عيب عليكم، عيب. تربوا فيهم على الحقد، تربوا فيهم على كره بلادهم. ماشي كيما هاك، والله ما هي كيما هاك، قسما بالله اللي عيب عليكم. وراح تخرج فيكم دعوتهم يا اللي ظلمتوهم يا بن عوده، خاصه انت يا بن عوده، لانك انت هو المدير الفني، انت اللي تتحاسب يا عبد الكريم بن عوده، انت هو اللي تحاسب. انت اللي دخلت كتاب جينيس كأغبى قرار في تاريخ كرة القدم الجزائرية على مستوى الفئات الشبانية. عيب وحرام، حرام عليكم، حرام والله غير تتحاسبوا عليها. والله كي وليتوا ذراري صغار تلعبوا بهم كما تحبوا، ما بقاتش قاعدة في البلاد هذه. تخلوا في ولادكم يهجروا، تحقروا فيهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، واش درتوا فيهم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شوفوا الفيديو خاوتي مساكن كيفاه يتفرجوا في اكاديميه الفاف يلعبوا هما قاعدين لبرا.